حضرتك لو سمحت. انت ما تتكلمش كتير. اتفضل لو سمحت. اسكت. اتفضل لو سمحت. انا حضرتك كلمنا، انت بتقول ايه؟ اول ساعه انا عارف اللي معاك. طب عارف ايه حضرتك؟ تعالى انت مين حضرتك؟ عرفني انت مين؟ بس ما تزعقش. احنا هنا في القنصليه المصريه. لو سمحت حضرتك. لو سمحت حضرتك تعالى كلمني حضرتك، عرفنا انت مين قدام الناس دي كلها. انت مجنون. انا مش هسيبك. سيادة السفير الراجل مصر على التصوير واتخانق مع الاستاذ سناء وبيقول عايز اطلب البوليس. سيادة السفير الراجل مصر على التصوير واتخانق مع الاستاذ سناء وبيقول عايز اطلب البوليس. من حق اصور. كاميرا ايه؟ طلب البوليس؟ من استنى بس ما اشوفها هنهديه، هنحاول نهديه. نشوفها هنحاول نهديه. لان خلي بالك، عارف ايه القصه؟ الكاميرا دي عارف فيها ايه؟ لا عشان عاطف مش عضو في اللجنه ولا السواق معاه، هيقول لك جايبين ناس يزوروا الانتخابات. طيب ما هي الكاميرا ايه؟ جايبين ناس يزوروا الانتخابات. طيب ما هي الكاميرا ايه؟ لا فك الفيلم فيها. لما خلي بالك الناس عشان ههديهم بس. صح. لا عايز ينزع برضه الوقت في البتاع، يقول لك جايبين ناس السواقين بتوعهم شغالين عشان فضل حضرتك عملي وواجبي. كسر لي الحامل بتاعي ليه؟ انا ما بعملش حاجه. انا استاذنت من الناس والناس قالوا صور، ما ده ما يصورش. ازاي يعتدي عليا بهذا الشكل؟ لو سمحتوا يا جماعه مش عايز كلام. انا مع حضرتك. لازم انا هدخل الشرطه اعمل محضر رسمي. محضر رسمي دلوقتي. انا بسجل مع المواطن بقول له رايك ايه واحساسك ايه وشعورك ايه بالانتخاب. دي مشكله. انت بتصور مشكله ولا بتصور فرح؟ ممنوع التصوير يا بيه لو سمحت. ممنوع التصوير. مش ممكن تقول لي ممنوع التصوير. اسمع انا بقول لك انا موافق. احمد دي عايز تحل هذا الموضوع؟ بعد اذنك عايز تحل هذا الموضوع؟ انا عايز اعمل محضر رسمي انا في السفاره المصريه وجزء من الشرطه المصريه. الشيء اللي ممنوع التصوير. يا وليد استاذ وليد هو بيقول لك بعد ما يخلص ده يعني فيها ايه؟ مفيش اي حاجه. ممنوع التصوير يعني. زي ما احمد بيه بيقول زيكم بالظبط. انا واقف معاك يا استاذ سيد لو سمحت كفايه كده. طيب انا احتراما لهذا الشخص انا واقف معاك كفايه كده لو سمحت. كفايه. انا عايز اقول كفايه. انا مش هتكلم. ماشي انا مش هتكلم.